السلام عليكم خوتي خواتاتي. اليوم غادي نهضر معكم في واحد الموضوع اللي هو بسيط ولكن مهم بزاف. شنو خصك دير الا بدلتي السكن ديالك في ايطاليا؟ واش ضروري تبلغ؟ واش كاين الخطر الا ما درتي والو ما بلغتيش مثلا؟ الجواب سيدي نعم كاين الخطر، ولكن الحل راه سهل. تابع معايا. لاول مره تشاهد معنا القناه ديال عمار شعيب، ما يبقاش على بواحد الاشتراك وبواحد اللايك ونبداو هذا الفيديو ديالنا على بركه الله. بديتي السكن وما بقيتيش ساكن في العنوان اللي داير في الريزيدنسا ديالك، خاصك اخويا تمشي للكوموني ودير طلب ديال كامبيو دي ريزيدنسا، تتسمى بحال هكا كامبيو دي ريزيدنسا، يعني التغيير ديال الاقامه. شنو خصك تجيب معاك ملي غادي تمشي للكوموني؟ بطبيعه الحال دير الطلب هذا، تجيب معاك بعض الاوراق اللي منها جواز ديال السفر ديالك بطبيعه الحال، البيرميسو سيجورنو ديالك، هذه مسائل يعني معروفه، خصك يكون معاك بيرميسو سيجورنو، كوديتشي فيسكالي حتى هو كذلك ضروري خصك دير معاك. يعني الاوراق اللي مهمين بزاف هما البيرميسو سيجورنو اكثر من الباسبور. البيرميسو سيجورنو والكوديتشي فيسكالي هادو مهمين بزاف، والعقد ديال الكرا ولا ورقه من السكن اللي معاك، يعني تصريح بالاستضافه. مثلا كنتي دير اوسبيتاليتا ديالك شي واحد اوسبيتاليتا، خصك دير معاك داك التصريح ديال الاستضافه ديالك في داك السكن اللي يعني اللي سكنتي فيه جديد. تيجي البوليس المحلي والفيجيلي تنقولوا عليه الفيجيلي، يقدر يجي للدار المراقبه في العنوان الجديد باش يتاكد واش انت ساكن تما بالفعل ولا ما ساكنش، وهذه العمليه كتاخذ تقريبا واحد 45 يوم. الى سيدي تتاكدوا من العنوان الجديد ديالك كيتسجل في النظام، وخاصك حتى كذلك تبلغ به الكويستوره فاش تجي تجدد الاقامه ديالك، باش تبدل البيرميس سيجور ديالك، باش ما توقعش بشي مشاكل او يديروا لك مثلا العنوان القديم اللي كان عندك ديال السكن الاول اللي كان عندك. لذلك حتى في الكويستوره بطبيعه الحال ملي تبغي تبدل البيرميس سيجور ديالك خاصك تعلمهم داك السكن الجديد اللي انت فيه. ولكن الا بدلتي السكن وما بلغتيش غادي توقع في المشاكل، بحال مثلا ما غاديش يوصلوك الاوراق المهمه، مثلا الرسائل ديال لاجينسيه ديال ليطراتي ولا ديال الانس، يعني ما غاديش يبقاو يوصلوا لك لانك غيرت السكن. غاديش تقدر كذلك تجدد البيرميسو سيجورنو ديالك الا ما بلغتيش بهذه المسائل هذه. كاينه كذلك مشاكل في المساعدات وحتى في المساله ديال الجنسيه، تقدر تلقى مشاكل في هذه المساله هذه. هذه المعلومات تكون عجبتكم ما تنساوش تشاركوها مع الاصدقاء ديالكم ومع اصحابكم، بارك الله فيكم بطبيعه الحال. وما تنساوش كذلك اللايك والسبسكرايب باش يوصلكم الجديد ديال القوانين الايطاليه والجاليه اللي كاينه عندنايا في ايطاليا. ودابا غادي ندوز واحد الموضوع حتى هو اللي نهضروا فيه، موضوع شويه حساس اخوتي وخطير. شنو كيدير القانون الايطالي في حاله المشاكل مع الكارابينيري؟ تقدروا يوقعوا المشاكل مع البوليس مع الكارابينيري، واش ممكن يطردوك؟ واش عندك حقوق؟ شنو خصك دير في هذه الحالات هذه الا وقع لك مشكل مثلا مع الكارابينيري تخاصمتي معاهم او شيء من هذا القبيل مثلا؟ لان هادشي راه توقع بزاف ديال عباد الله، يعني حتى تشوفوه في الشارع. المهم غادي نشوفوا شنو هي الاسباب اللي تقدر توصلك للطرد من ايطاليا. الطرد من ايطاليا ليسبولسيوني كينطبق في حالات معينه اللي من بينها غادي نذكروا بعض الاشياء اللي من بينها الا دار المهاجر مثلا شي جريمه خطيره بحال السرقه، العنف، مثلا الترويج ديال المخدرات حتى هو كذلك. هذه من المسائل من الجرائم اللي هي خطيره هنا في ايطاليا. الا كانت عنده اقامه سالات مثلا وما بغاش يجددها مثلا كذلك، الا كان كيشكل خطر على النظام العام هنايا في ايطاليا وعلى المواطنين الايطاليين، المهم تشكل خطر على النظام العام بصفه عامه وعلى الامن هنايا، ماشي اي مشكل يعني بسيط كيؤدي للطرد. كاين يعني تحقيق، كاين قضاء، وماشي البوليس اللي كيقرر بوحدو هذه المساله هذه ديال الطرد ديال المواطن مثلا في حاله مثلا كما قلت لكم تخاصم مع كارابينيري او تخاصم مع بوليس، ماشي غير الكويستوره بوحدها اللي تتقرر في المساله هذه. كاين حتى القضاء كذلك تيقول الكلمه ديالو، كاين القاضي وكاين القاضي اللي تيقول الكلمه ديالو في طبيعه الحال في هذه المساله هذه. شنو يدير المهاجر مثلا الى تصادم مثلا مع شي كارابيني وقع لك مشكل مع شي كارابيني ولا مع شي بوليسي؟ اللي نبغي نقول لكم هو انه يبقى الانسان هادئ وما دير حتى شي مواجهه، لان في بعض الاحيان تقدر تكون شي استفزازات، تكون كلمات نابيه تخرج من بعض الافراد ديال الشرطه ديال البوليس في ايطاليا ولا الكارابينيري. تقدر بعض الخطرات تكون شي كلمات، الانسان يبقى هادئ ما يدير حتى شي حاجه وما تمضي حتى ورقه بلا ما تقراها مزيان، بحال ما داوك مثلا الكوستوره ولا داوك الكازيرما ديالهم
ما دير حتى شي حاجه، ومن حقك تطلب محامي، وحتى واحد ما يقدر يمنعك من هذه المساله هذه انك تطلب محامي. ولا خدوك بطبيعه الحال كما قلت لكم الكازيرما ولا الكوستوره مثلا، خاصك تعرف انه عندك الحق تتصل بالمحامي وبالقنصليه كذلك ديالك، وما يمنعك كما قلت لك حتى شي واحد ما عنده الحق انه يمنعك من هذه المساله هذه. بزمنهم خصهم يخلوك تتصل بالمحامي ديالك وحتى بالقنصليه كذلك. كيفاش كتوقع هذه الاجراءات مثلا ديال الطرد؟ المكتب ديال الكوستوره، المحكمه بطبيعه الحال هما كما قلت لك تقدر يكون عندهم قرار، الكوستوري يقدر عنده قرار مثلا ديال الطرد، ولكن تبقى كلام الاخير ديال الفصل تيبقى المحكمه. الطرد كيدوز من خلال كما قلت لكم القرار ديال الكوستوره ولا ديال الكوستوري مثلا، والمحكمه كذلك كيعطوك واحد الورقه اسم ديالها ديكريتو دي اسبريسيوني، يعني الديكريتو ديال الطرد. عندك الحق بطبيعه الحال انك تعترض على هذا الطرد هذا ودير ريكورسو على هذا القرار المحكمه، ولكن ما تفوتش واحد 30 يوم على هذاك القرار ديال الطرد. 30 يوم خصك تكون درتي المسائل ديالك. كاينين جمعيات وكاينين محامين تساعدوا بالمجان، الا الانسان خصو يسول على هذه المسائل هذه يقدروا يساعدوك هاد الجمعيات وهاد المحامين، يعني ما تخلصش حاجه وغادي يساعدوك بطبيعه الحال باش يعرفوا شنو هما جميع الظروف اللي تمت يعني من اجل اصدار هذا القانون ديال الطرد في الحق ديالك. المهم خلاص الا وقع شي مشكل خصك ضروري فورا تشوف محامي ولا تشوف شي جمعيه، وما تغامر لا بشجار متضارب ولا تهرب ولا شي حاجه، لا بالكذوب ما تقول ما تكذب ولا حتى شي حاجه على البوليس. راه اي حاجه غادي تقولها تكون بالضد ديالك بطبيعه الحال. خليك ديما في الطريق القانوني، تنظم بطبيعه الحال القانون غادي يعطيك الحق ديالك. نتمنى ان هذه المعلومات تكون مفيده بطبيعه الحال. بلا ما نعاود نكرر المساله انكم تشاركوا هذه المعلومات مع الاصدقاء ديالكم وتنشروا هذا الفيديو هذا باش توصل المعلومه الصحيحه بطبيعه الحال الجاليه ديالنا وجميع الجاليات اللي كاينه هنايا. تحياتي لكم، اخوكم معمر شعيب بلوكس. شكون عنده الحق واحد 500 اورو في الشهر؟ البونوس اللي ما تعرفوش بزاف العديد هنايا ما تعرفوش. كاين واحد بونوس اللي هو مهم بزاف ولكن للاسف كما قلت لكم قليل اللي عارف عليه مثلا، وهذا البونوس موجه لواحد الفئه اللي فعلا محتاجه هذه المساعده وكتستاهل يعني فرصه جديده في الحياه. هذا البونوس هذا كيستافدوا منه العيالات اللي تعرضوا للعنف الزوجي او العنف داخل الدار يعني ديالهم. الدوله في ايطاليا دارت الخطوه هذه باش تعاون هاد النساء يعاودوا يبنيوا الحياه ديالهم جديد من بعد العنف والخوف اللي تمارس عليهم. البونوس هو عباره على 500 اورو في الشهر وكيستافدوا منه لمده محدده بشرط يكونوا في واحد الوضعيه بطبيعه الحال اللي كتثبت انهم فعلا تعرضوا للعنف، وكيكونوا غالبا يعني تحت حمايه ديال المراكز الخاصه او برامج ديال الحمايه بطبيعه الحال غادي تسير معهم هذا المشكل ديالهم. الدعم هذا كيعاونهم كما قلت لكم يكريو ياكلوا يعني يديروا الشؤون ديالهم اليوميه وباش يلقاو خدمه كذلك ويولوا واقفين على رجليهم بلا ما يبقاو تحت الرحمه ديال الرجل اللي كان يعني كيعنفهم. المهم انهم يمشيو للجهات المختصه بحال الجمعيات ومراكز الحمايه ديال النساء ويدفعوا الطلب ديالهم. راه كاينين ناس ومؤسسات كيعرفوا كيفاش يعاونوهم مثلا ويعاونوكم بطبيعه الحال. خصو تتعلموا هذه المساله هذه وشرحوا لكم جميع الاجراءات. دابا اللي خصنا نديرو كاملين هو ننشروا هذه المعلومه حيت يمكن تكون شمره مثلا ما سامعاش بها دابا، وهذه فرصه تقدر تغير الحياه ديالها كامله. قانون السير غادي تولي يعني مجبر تصرف واحد 2000 اورو ابتداء من يوليوز، وغرامه كبيره يعني شهر 7، وغرامه كبيره كذلك، والقوانين ما تترحمش. حاليا ما كايناش شي معلومه يعني رسميه كتقول باللي ابتداء من شهر 7 يوليوز يعني الناس غادي يكونوا مجبرين على انهم يصرفوا هاد 2000 اورو بسبب قانون السير، ولكن كاين احتمال خوتي كبير على ان الغرامات اللي كيعطيها البوليسي غادي تزاد في هذه السنه هذه ديال 2025 حيت كل عامين كيحدوا يعني الاثمنه حسب غلاء المعيشه هنايا في ايطاليا. في 2023 الحكومه وقفات هذه الزياده راه كتزاد في 2023، ولكن في هذه السنه هذه ممكن تولي يعني مطبقه والغرامات طلع كما قلت لكم واحد 17% اكثر من داكشي اللي كانت عليه. القوانين الجديده اللي دخلت حيز التنفيذ في 14 ديال دجنبر 2024 كانت السياق او التسكيران راه كنا تكلمنا عليه كذلك. الا كان المستوى ديال الكحول في الدم ما بين 0.5 و 0.7
1.8. الغرامه ما بين 573 حتى 2170 اورو. وتعليق الرخصه من 3 حتى 6 ديال الاشهر. خوتي خصكم تكونوا عارفين هذه المساله هذه. اذا كان ما بين يعني الكحول في الدم ما بين 0.8 و 1.5، الغرامه ما بين 800 اورو و 3200 اورو، مع احتمال كذلك الحبس حتى 6 شهور وتعليق ديال الرخصه من 6 شهور حتى العام كذلك. اذا فات 1.5 الغرامه من 1500 حتى 6000 اورو، مع تعليق الرخصه من عام حتى العامين والحبس من 6 شهور حتى العام. يعني خصكم تكونوا عارفين المسائل. القانون دابا ما تيرحم حتى شي واحد. كذلك مساله ديال استعمال التليفون وانت سايق السياره ديالك، الغرامه من 250 حتى 1000 اورو. وتعليق الرخصه سيمانه اذا كانت عندك 10 ديال النقاط او اكثر، يعني تعلق لك يحيدوا لك الرخصه سيمانه. واذا كان عندك اقل من 10 ديال النقاط التعليق غادي يكون اكثر، يعني من 15 يوم، يعني يحيدوا لك البيرمي ديالك. الا عاودتي نفس الغلطه الغرامه غتوصل حتى 1400 اورو كما سمعتوني، مع تعليق الرخصه حتى 3 شهور وخصم 8 حتى 10 ديال النقاط. حدوا راسكم اخوتي. الجهاز ديال الالكوليك مثلا من يوليو ديال 2025 يعني شهر 7 غادي يكون اجباري على الناس اللي ضبطوا سائقين وهما سكرانين يركبوا هذا الجهاز سميتو ديال الالكولوك، اللي ما كيخليش السيارات تشتغل الا اذا كان السائق كان السائق سكران. ما تخدمش السيارات. التركيب والصيانه ديالو كتكلف تقريبا واحد 2000 اورو، وخاص السائق يخلصها من جيبو. اذا ما ركبش هذا الجهاز يقدر يتعرض للغرامه حتى 638 اورو وتعليق الرخصه. كذلك كاينه المخالفه ديال السرعه، لا تجاوزتي السرعه ما بين 10 و 40 كيلومتر الغرامه 173 اورو حتى وتقدر توصل حتى ل 694 اورو. بين 41 و 60 كيلومتر في الساعه، يعني اكثر من السرعه اللي خصك تمشي بها، الغرامه غتكون من 543 اورو حتى 2170 اورو، مع تعليق الرخصه من شهر حتى 3 شهور. حتى 3 شهور. اكثر من 60 كيلومتر في الساعه الغرامه غادي بكثر، يعني من السرعه المحدده ب 60 كيلومتر الغرامه غتوصل من 845 اورو حتى 3382 اورو. تعليق الرخصه من 6 شهور حتى المده ديال سنه. يعني القوانين غتولي مشدده. هادو كلهم قوانين كما قلت لكم جاوا باش يحافظوا بطبيعه الحال على السلامه في الطريق وينقصوا من الحوادث. خصنا نكونوا بطبيعه الحال كلنا واعيين وملتزمين باش ما نتعرضوش لمشاكل وخسائر ماليه كبيره كما تشوفوا معايا في هذا الفيديو. ما تحملوش من الدعم ديالكم، تنشروا الفيديوهات على اوسع نطاق فضل الله امر بطبيعه الحال باش توصل المعلومه للجميع. كنت معكم عمار شعيب بلوكس.